احسن حظ في العالم هتشوفه في الفيديو بتاع النهارده. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد 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 جامد. بصوا بقى يا جدعان، حلقتنا النهارده يا جدعان عباره عن احسن شخص محظوظ في العالم. بس دي الحلقه بتاعتنا بتاع النهارده بكل بساطه. عايزين نروح نحكي حكايه الراجل ده. فقبل ما نروح ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وانزل اشترك يلا عشان نوصل 5000 مشترك. خلاص حنيت جدا. برده ما تنساش الفولو بتاعك هناك على الانستجرام. ويلا بينا نروح نشوف الراجل اللي معانا النهارده محظوظ في ايه بالظبط. فيلا بينا يلا بينا. فران سيلان من مواليد 14 يونيو 1929. هو راجل من كرواتيا، بلد طبعا الامير لوكا مودريتش. المهم فران ده شغال مدرس موسيقى في كرواتيا، فقاعد شغال في المدرسه وعمال يلعب موسيقى والدنيا بتاعته تمام على الاخر. كان بيعمل لحن الاصاله طبعا بهزر. هو عمال يلعب موسيقى كده يا جدعان ويتسلطن. ملحوظه الكلام ده كان سنه 1962. هو قاعد عمال يلعب موسيقى كده، جاله مكالمه تليفون من البيت. قال له تعالى يا فران بسرعه في مصيبه. قال لهم في ايه خير؟ قال له تعالى بسرعه في مصيبه. وبعد كده الخط قطع. فران اول ما سمع كلمه مصيبه من هنا قام واخد اذن من المدرسه وجري عشان يشوف في ايه في البيت. يا حول الله يا رب، يا ربنا يستر، يا رب يا رب استرها، يا رب يا رب هات العجل. ففضل يفكر اركب ايه عشان اروح، اركب ايه عشان اروح. انا اركب قطر. ويا ريته ما ركب القطر. ركب القطر يا جدعان، وهو بيتهم اللي رايحه ده قريب من الانهار الجليديه اللي في كرواتيا. المهم القطر ماشي عادي في امان الله، قام مره واحده اتزحلق من التاني. هو ده اللي حصل. قام وقع بالركاب اللي فيه، وكان من ضمن الركاب ده مين؟ المعلم فران. المهم القطر ده نزل في التلج كسره، وطبعا الركاب كلهم نزلوا في الميه. طبعا الدنيا برد جدا. انت متخيل انك تعوم في ميه ثلج؟ يعني الميه لسه نازله من التلج طازه. فخلاص يا اما هتعوم وتقاوم وتعيش، يا اما هتسيب نفسك للميه وتموت. المهم عمنا فران ده عمل ايه بقى؟ فضل يعوم يعوم لغايه ما وصل عند شط النهر الجليدي، وقعد يرتاح من مشوار العوم ده كله، ونجا من الحادثه دي الحمد لله بخير. يعني انت متخيل عزيزي المشاهد، القطر وقع في التلج وتنزل تعوم لغايه ما توصل للشط وتقوم من الحادثه دي ولا حصل لك اي حاجه كده؟ اهو ده بالظبط اللي حصل مع فران سيلان. هتقول لما الركاب اللي كانوا في القطر معاه راحوا فين؟ قول لهم ماتوا عزيزي المشاهد. فالمعلم فران طبعا من الصدمه بتاع الحادثه دي فضل قاعد على الشط ونسى هو كان رايح فين اصلا. المهم تمر الايام وتيجي سنه 1963 بعد الحادثه بسنه بالظبط. الاستاذ فران قاعد في مدرسته عادي في امان الله وعمال يلعب موسيقته، لقى تليفونه بيرن. ففران بيمسك التليفون عشان يشوف مين، لقى في شخص بيقول له تعالى بسرعه في مصيبه في البيت. فران فضل يستوعب انا سمعت دي فين، ايه ده سمعتها فين، لغايه ما افتكر. وبعد ما افتكر الحادثه بتاع السنه اللي فاتت، يا نهار ابيض على الجليد. اللي بيكلمه ده قال له تعالى بسرعه وما تعملش زي السنه اللي فاتت. فران قال له صحيح، هو كان ايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ الخط قفل. المهم فران ساب المدرسه وراح جري على البيت. طبعا بعد حادثه القطر بتاع السنه اللي فاتت دي، فران اتعقد من القطارات وما عادش بيركب قطارات من يوم. ففران قال لك ايه بقى، احنا نصرف القرشين ده اللي معانا ونفك عن كيسنا ونركب طياره. ودي اول مره يا جدعان فران يركب طياره لاول مره في حياته، ويا ريته ما ركبها. ركب الطياره من هنا وكل حاجه تمام، وعمال يفكر هيكون ايه اللي حصل في البيت. يعني فجاه مره واحده حصل عطل مفاجئ في المحركات بتاعه الطياره تقع. ولحسن حظ فران الاسطوري ان الطياره تقع في مكان كله قاش. الطياره تقع من هنا وكل اللي في الطياره يموت ما عدا مين؟ طبعا عمنا المعلم فران. هتقول لي ما ماتش ازاي؟ يعني الطياره كلها وقعت على قش، اكيد القش ده على الارض، واكيد يعني مش الارض كلها مليانه قش. اقول لك فعلا هو الارض كلها مش مليانه قش، بس لحسن حظ عم فران عدى الفلنكات خلاص. عمنا فران وقع على كوم قش كبير جدا وما حصلوش اي خدش في جسمه. يعني انت متخيل عزيزي المشاهد تقع من طياره وما يحصلكش اي خدش في جسمك؟ المهم ما حصلوش اي حاجه وكل اللي في الطياره ماتوا، حتى طاقم العمل بتاعهم مات. الراجل ده ما تفهمش ماشيه معاه ازاي. اهو ده بقى المثل اللي يقول لك بيلعب بالحياه لعب، مش بيلعب بالفلوس لعب، لا بيلعب بالحياه لعب. المهم بعد الحادثه دي يا جدعان كلم الشخص اللي بيكلمه كل ما تحصل مصيبه في البيت وقال له اوعى ترن على الرقم ده تاني. لو رنيت على الرقم ده تاني انا هجيب لك واحد خبر. قال له امسح رقم ان ما عدتش جاي لكم البيت ده نهائي. وقام فران المره دي هو اللي قافل السكه. وتمر الايام والسنين وتيجي سنه 1966 المعلم فران اشترى بيت كده على قد، قاعد في امان الله واخد اجازه من شغله. فجاه مره واحده المروحه وقعت عليه. لا طبعا بهزر. قاعد كده يا جدعان بقى فاضي، فقال لك ايه يا عم احنا نقوم نروق على نفسنا شويه وننزل نتفسح. قام المعلم فران لبس الحته التمام اشيك حاجه عنده وقام نازل من البيت. قال لك ايه بقى، انا ركبت قطر عملت حادثه، ركبت طياره عملت حادثه، المره دي بقى نغير
نغير ونركب اتوبيس. المهم ركب الاتوبيس، والاتوبيس ماشي في امان الله، فجاه مره واحده الاتوبيس اتقلب والركاب كلهم اللي في الاتوبيس ماتوا. وطبعا عمنا فران بعد حادثه الاتوبيس ما حصلوش حاجه، وكل الركاب اللي في الاتوبيس معاه في منهم اتصاب ومنهم 4 اشخاص ماتوا. بس طبعا المعلم فران ولا من الاشخاص المصابين ولا من الاشخاص اللي ماتوا، ده في حته تانيه لوحده. المهم فريق الانقاذ جه بتاع المدينه ومش عارف ايه عشان يشوفوا الحادثه وكده، شافوا المعلم فران ده ايه ما حصلوش حاجه. ففريق الانقاذ بيقول له انت كتب لك عمر جديد. عم فران قال للفريق الانقاذ بيقول له عارف انا كل اللي مزعلني في الموضوع ده ايه؟ قال له ايه؟ قال له الحته الزفره اللي لسه لابسها من على الحبل. فريق الانقاذ بعد ما سمعوا طبعا قام سايبه وماشي. حته زفره ايه يا عم انت بتقول ايه؟ بقول لك كتب لك عمر جديد. وتمر السنين وتيجي سنه كام؟ 1970. المعلم فران عمل فلوس حلوه من تدريس الموسيقى، باع له كليبين لحمو بيكا وخد فلوسه منه، وقال لك يا عم ايه بقى؟ انا اتعقدت من كل وسائل المواصلات. قال لك انا اشتري عربيه عشان كفايه كده، كل شويه موت ناس واسيب ناس وانا اللي افضل عايش ما يحصليش حاجه. المعلم فران راح معرض العربيات وراح جاب له عربيه حلوه كده محندقه على قده، وخلاص بقى فرحان بالعربيه وبيلف بقى اللفه الاولى بقى طلت العروسه بتاع العربيه، وهو عمال يلف بيها كده يا جدعان قوم المحرك بتاعها محروق وخلاص هتنفجر، يعني 5 ثواني وخلاص العربيه هتنفجر. يقوم عمنا فران المقاتل ينط من العربيه، هو يا دوبك نزل من العربيه من هنا العربيه ولعت يمين. يعني مفيش حظ احلى من كده بكتير. انا مش عارف اقول على الراجل ده حظ ولا اقول عليه نحس. هو حظ ليه اللي هو ما بيحصلوش حاجه ونحس للناس التانيه، كل ما يركب مع ناس تموت. بس طبعا اللي زعله حاجه واحده، لا مش الحته الزفره بقى المره دي، فلوسه اللي راحت مع العربيه الجديده. فضل يفكر في الموضوع وقال لك العربيه هي اللي فقر اصلا، ما كانش لونها عاجبني، وفضل يقنع في نفسه اللي العلم من لون العربيه لغايه ما اقتنع. المهم عمنا فران لسه شغال برضه في مجال الموسيقى بتاعه وعمال يدرس موسيقى وكل حاجه تمام، ويجي له فرصه احتراف سنه 1973 ويجمع له قرشين من تدريس الموسيقى ده. وقال لك ايه بقى المره دي بقى نجيب عربيه لونها هيخش دماغي واقتنع بلونها. هو مفكر ان اللون هو السبب، فراح معرض العربيات برضه، دخل لصاحب المعرض قال له انا عايز عربيه نفس لون البنزين. صاحب المعرض قال له عربيه ايه؟ قال له نفس لون البنزين. ايه مش موجود ولا ايه؟ قال له لا طبعا يا باشا موجود. ودخل ورى له العربيه والعربيه دخلت دماغ عم فران، وقام قايل له خد يا باشا الفلوس، وقام مستلم العربيه. فران بقى اشترى العربيه وطالع من المعرض بكل ثقه، طبعا بقى فرحان جبت عربيه جديده نفس اللون اللي انا عاوزه، يعني خلاص مفيش حاجه هتطلع. يلف بقى في البلد عندهم ومشغل الاغاني اللي بقى اللحن بتاع الحمو بيكا وماشي مبسوط وكل حاجه تمام. فجاه مره واحده يغير الموسيقى من هنا، يقوم البنزين متسرب من محركات العربيه، ومن كتر السخونه والبنزين العربيه تولع بالمعلم فران. هتقول لي طبعا نجا منها وما حصلوش اي حاجه، اقول لك لا، هنا بقى بدا الحظ ايه يخيب مع عمنا فران شويه. حصل له بس شويه حروق في جسمه، اما عمنا فران اول ما شاف الحروق اللي في جسمه دي خلاص باين علينا عجزنا والحظ ما عادش هيمشي معانا تاني، شكل نهايتنا قرب. هو يا عم فران برضه محدش بيروح يشتري عربيه نفس لون البنزين، اكيد البنزين هيغير من اللون بتاعه ويحرق نفسه طبعا برضه. المهم تمر الايام والسنين وتيجي سنه 1995، عمنا فران قال لك انا ركبت جميع المواصلات اللي في العالم وكل مره يحصل لي مصيبه، قال لك انا امشي واللي يحصل يحصل، حتى لو همشي 400 كيلو انا ما عدتش راكب اي حاجه من وسائل المواصلات نهائي. وفعلا عمنا فران كده ينزل من البيت ويروح الشغل بتاعه وماشي عادي في امان الله. فجاه يا جدعان اتوبيس يسيب الدنيا كلها ويجي يخش في مين؟ عمنا فران. خلاص ما عادش في عم فران تاني، يقول لك كل اللي في الاتوبيس ماتوا لا دي هربت مننا شويه، يعني فران مش راجل حديد، هو راجل صاحب حظ كبير جدا بس مش للدرجات. قول لي طبعا بعد الحادثه دي جسمه اتدشمل على الاقل ولا حاجه، هتتصدم دلوقتي ايه اللي حصل له. عمنا فران ما حصلوش اي حاجه بعد الحادثه دي نهائي، مفيش خدش في جسمه. المهم بعد الحادثه دي عم فران قال لك اعمل اكتر من كده، ما عدتش بركب وسائل المواصلات، واخر ما زهقت نزلت مشيت برضه عملت حادثه واتوبيس خبطني، اعمل ايه يا جدعان اكتر من كده، حتى حاسدني على المشي. قال لك ايه بقى هي خربانه، قال لك انا اشتري بقى عربيه تقيله وحلوه كده افضل اشيك عليها عند كل الميكانيكيين واطمن عليها كل شويه عشان ما يحصليش حاجه. وفعلا عزيزي المشاهد راح اشترى عربيه. المهم جاب العربيه وطلع بيها من معرض، سال اللي في المعرض كلهم العربيه دي تمام ومش عارف ايه، وفضل يستفسر لغايه ما قال له العربيه توب التوب وكل حاجه جامده. المهم عزيزي المشاهد عمنا فران يمشي بالعربيه، لا ما عملش حادثه المره دي، ما عملش حادثه بالعربيه دي. المهم عمنا فران يمشي بالعربيه عادي يلف ويروح ويجي. المهم عزيزي المشاهد تمر الايام وعمنا فران مبسوط بالعربيه وعمال يتمشى بيها وكل حاجه تمام. يجي سنه 1996 عم فران كان ماشي من طريق
الطريق. عارفين انتوا يا جدعان الطرق الضيقه اللي بيبقى حوالينها جبال؟ يعني خلاص لو انت ماشي في الطريق الضيق ده رحت يمين او سنه شمال خلاص هتنزل يا اما تحت على اليمين يا اما تحت على الشمال. المهم عمنا فران ماشي بالعربيه ومبسوط، وفجاه يا جدعان نلاقي عربيه نقل يا جدعان ماشيه عكس السير وداخله في وشه، خبطته. طبعا يا جدعان العربيه نزلت فضلت تتدحرج على الجبال ونازله تحت خالص. عمنا فران يعمل ايه؟ طبعا انت هتقول لي خلاص دي نهايه عم فران، خلاص يعني ما عادش هيعمل اكتر من كده، خلاص العربيه بتتدحرج وهيموت. اقول لك عزيزي المشاهد ان عمنا فران نجا منها بحاجه عجيبه جدا يا جدعان. عمنا فران والعربيه بتتقلب، قام ماسك في شجره، كان في شجره عاليه كده تحت الجبال، قام ماسك في الشجره ومتشعلق فيها. طبعا هتقول لي يا عم انت عبيط، ايه شغل سبايدر مان والكلام ده كله؟ اقول لك مكتوب في كل الصحف والمجلات اللي كاتبه عن حكايه فران سلاك ده. لو انت مش مصدقني خش ابحث عنها وهتشوف بنفسك. المهم شوف الاخراج الهندي بقى. عم فران ماسك في الشجره وعمال يبص العربيه بتاعته تحت وهي عماله بتتدحرج وتتدمر. المهم فريق الانقاذ جه شاله من على الشجره ومش عارف ايه وطلعه، وعمنا فران قال لك خلاص انا عملت 7 حدثات في حياتي، تعالى ما نغير من السلبي للايجابي. ويبدا عمنا فران بالحظ بتاعه ده. تيجي سنه 2003 2005 في صحف بتقول لك 2003 وفي صحف بتقول لك 2005، ده اللي مكتوب معرفش. يخش في مسابقات حظ، تقول لي حظ عبد السلام ووشه اقول لك لا، دخل في مسابقات بتكسب فلوس يا جدعان، دخل في حاجه اسمها يا النصيب. الحاجه دي يا جدعان استغفر الله العظيم يعني محدش يلعبها لان بيقول لك شبه القمار، يعني محدش يلعبها يا جدعان. المهم اللعبه دي عباره عن مثلا انت بتجيب رقم، مثلا رقم 7، طبعا اعظم لاعب في التاريخ كريستيانو رونالدو. المهم رقم 7 ده الرقم اللي المفروض لو معاك تكسب. يعني بص مثلا 10 اشخاص واقفين، رقم 7 ده هو الرقم لو طلع مع 10 الاشخاص دي، هو مثلا الشخص ده اللي معاه رقم 7 هو اللي يكسب مبلغ كبير. هقول لكم على المبلغ دلوقتي يا جدعان. المهم ال10 اشخاص واقفين، طبعا الرقم 7 والرقم اللي بيكون بتكسب بيه ده ما بيكونش ظاهر. ال10 اشخاص بيسحبوا الارقام وكل واحد رقم عشوائي ويقول الرقم ويشوف صح ولا غلط، الراجل يقول له صح ولا غلط. المهم يجي الدور على مين؟ على عمنا فران. كم رقمك يا عم فران؟ قال له 7. فبيبصوا للرقم طلع كام يا جدعان؟ 7 قصاد 7. فخلاص عمنا فران هو اللي كسب المبلغ ده. عمنا فران يقول له المبلغ ده كام يا ابني؟ قال له $1,000,000. انت متخيل عزيزي المشاهد سنه 2003 2005 $1,000,000. المهم عمنا فران يعمل ايه بقى بالفلوس؟ فاكرين حادثه الاتوبيس اللي قلت لكم بسببها عم فران الحته الزفره بتاعته اتوسخت وباظت؟ عم فران راح يشيك على نفسه وجاب له كام حته زفره كده يا جدعان، لبسهم وشيك على حاله واشترى طبعا شويه حاجات، اشترى كل اللي نفسه فيها يا جدعان، وكان متبقي مبلغ من الفلوس دي فتبرع بيه لاهله واصحابه. طبعا يا جدعان اتبرع لاهله واصحابه كلهم ما عدا شخص واحد. ايوه عزيزي المشاهد الشخص ده اللي كان كل شويه يكلمه يقول له فين سيبه هناك في البيت، ده الوحيد اللي ما خدش ولا قرش من الفلوس. وتمر الايام والسنين يا جدعان وتيجي سنه 2016 وعم فران سلاك يفارق الحياه. وبس كده عزيزي المشاهد تكون حكايه فران سلاك خلصت النهارده. انا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات انت شايف ان قصه فران دي عباره عن احسن حظ في العالم ولا اسوأ حظ في العالم. عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات شايفها بالنسبه لك ايه. طبعا يا جدعان مفيش حاجه اسمها حظ في الدنيا، ده طبعا كله توفيق من ربنا نصيب، لان في القران الكريم بيقول لك لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني مفيش حاجه اسمها حظ وكل ده توفيق من ربنا ونصيب. وبس كده عزيزي المشاهد الحكايه بتاع النهارده خلصت. فما تنساش اللايك الجميل بتاعك وانزل اشترك دلوقتي عشان نوصل 5000 مشترك. خلاص يا جدعان هانت جدا، فاضل لنا مثلا 400 مشترك او 500 مشترك ونوصل. وبس كده يا جدعان واشوفكم في فيديو جديد. سلام.